لو سألتني وقلت لي اكتر بلد بتفتخر بيها في افريقيا والوطن العربي والعالم بالكامل ايه بالظبط، هقول لك وانا مغمض كده والله بدون مجاملات، وانا مغمض كده هقول لك المغرب. المغرب ليه؟ هقول لك علشان كذا وكذا وكذا. علشان المغرب في المجال الرياضي بسم الله ما شاء الله رفع من شأن الكرة الأفريقية، خلى لأفريقيا قيمة وسط العالم. ما شاء الله عندهم منتخبات بسم الله ما شاء الله مكسرة الأرقام، عندهم لاعيبة محترفين مكسرين الأرقام، ما شاء الله عليهم. وبفتخر بها كمان علشان البلد الأولى في العالم في حفظ القرآن الكريم. وسفيان رحيمي المتألق والمبدع مع نادي العين الإماراتي، واللي قدر يحصد بطولة دوري أبطال آسيا، واللي خد جائزة أفضل لاعب في البطولة وجائزة هداف البطولة، طلع امبارح وشكر كل المغاربة على التشجيع وعلى الدعم الكبير من الجمهور المغربي. وسفيان مرابط اللي بعت رسالة لكل الجماهير المغربية وشكرهم على التشجيع وعلى دعمهم لابن المغرب سفيان مرابط. وكمان ابن المغرب حكيم زياش بيحصد لقب بطولة الدوري التركي مع نادي جلاطة أسراي أو مع نادي جلاطة أسراي. صلي بينا على النبي، قول عليه الصلاة والسلام. عايزك تعمل لايك وتشير الفيديو في كل مكان وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد وحصري. أنا عارف إن هيطلع لي بعض الجزائريين في التعليقات ويقولوا لي هو أنت بتفتخر بالمغرب ليه؟ طب ما تفتخر ببلدك مصر، افتخر ببلدك أولى. اشمعنى طالع يعني تقول المغرب ومش المغرب؟ ما تفتخر ببلدك يا سيدي. أنا حر أفتخر باللي أنا عايزه، أنا بفتخر ببلدي ومصر دي فوق عندي، فوق أي دولة في العالم. ولكن أنا بتكلم كلام واقعي، بتكلم كلام واقعي، كلام يعني الأحداث على أرض الواقع. وبقول لك أنا بفتخر بالبلد دي ليه؟ علشان واحد واثنين وثلاثة، علشان واحد واثنين وثلاثة. كل واحد في العالم عنده بلده أفضل بلد، كل واحد في العالم عنده بلده أفضل بلد. ولكن لما تتكلم بالعقل وبالمنطق وتشوف البلد المتقدمة أو البلد اللي فيها تطور، البلد العربية اللي فيها إنجازات، وتقول عليها إن البلد دي بنفتخر بيها عشان واحد واثنين وثلاثة، يبقى أنت كده بتذكر أسباب، يبقى أنت كده بتتكلم صح. أنا قلت لك في أول الفيديو إن على المجال الرياضي أو في المجال الرياضي هم فخر وشرف للكورة الأفريقية والعربية. عندهم تطور غير طبيعي، بنية تحتية على أعلى مستوى، ملاعب على أعلى مستوى، استضافات بطولات على أعلى مستوى، ما شاء الله عليهم. هيستضيفوا كأس العالم 2030، هيستضيفوا كأس أفريقيا 2025، هيستضيفوا كأس العالم للسيدات تحت ال17 عام 5 سنين على التوالي، بيستضيفوا بطولة الفوتسال في أفريقيا 3 سنين على التوالي، بيستضيفوا جميع البطولات، مؤهلة إن هي تستضيف جميع البطولات. ورئيس الفيفا بنفسه اللي قال كده، قال لك المغرب قادر انه يستضيف اي بطولة في العالم. الحاجة التانية اللي بتخليني بقول ان انا بفتخر بالمغرب واكتر دولة او اكتر مملكة بفتخر بيها في العالم، الحاجة التانية وهي اهم من كرة القدم واهم من اي حاجة في العالم، وهو ان المغرب الاولى في حفظ القرآن الكريم. المغرب البلد الاولى في العالم، مش في افريقيا، مش في الوطن العربي، لا والله ده في العالم في حفظ القرآن الكريم. يبقى أنا لما أقول إن أنا بفتخر بالمغرب بقول لك على الأسباب اللي بتخليني أفتخر بيهم. شعب محترم، شعب طيب، دايما بيستقبلوا الناس أفضل استقبال، دايما أي حد في العالم بيروح المغرب بيشكرهم، بيطلع على منصات السوشيال ميديا على الحسابات الرسمية بتاعته بيشكر فيهم دايما. عشان إيه كل ده؟ علشان بيقابل شعب محترم وشعب طيب. النقطة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها قبل ما أتكلم على محترفين المغرب، خلينا أتكلم على المنتخب الجزائري اللي مش عايز يلعب في المغرب بسبب، أو مش عايز يلعب غينيا في المغرب علشان بيقول لك اشمعنى غينيا اختار المغرب. كلنا عارفين إن في مباراة مرتقبة ومهمة عند الجزائريين، هي مش مهمة عندنا ولا مهمة عند المغاربة ولا مهمة عند أي حد، هي مهمة عند الجزائريين فقط عشان نكون واقعيين وصراحة.
كلنا عارفين ان في مباراة قادمة بين المنتخب الغيني اللي اختار يلعب في المملكة المغربية، واللي المدير الفني بتاع المنتخب الغيني بنفسه طلع وقال انا اخترت المغرب علشان عندهم ملاعب بسم الله ما شاء الله، شعب محترم، بلد بتحسسنا ان احنا في بلدنا، او شعب بيحسسنا ان احنا في بلدنا مش في بلد غريب، عشان كده اخترنا المغرب. تمام. المنتخب الغيني قرر انه يلعب في المغرب ويلعب المنتخب الجزائري المباراة اللي هتكون في كأس العالم او تصفيات كأس العالم 2026. حقك، حقك. عايز تلعب في المغرب حقك، عايز تلعب في مصر انت حر، عايز تلعب في ليبيا براحتك، عايز تلعب في تونس على هواك. اختار الملعب اللي انت عايزه. ليه تختار الملعب اللي انت عايزه؟ علشان دي المباراة دي بتاعتك، فانت تختار الملعب اللي انت عاوزه. فمنتخب غينيا اختار انه يلعب في المغرب بأدب واحترام واخلاق. هل المنتخب الجزائري يسكت كده ويهدى كده ويقول لك خلاص نلعب في اي مكان احنا مش خايفين من حد؟ لا والله. الاعلام الجزائري اللي عندي دلوقتي واللي عندي اللحظه دي ما بيتكلمش غير على الموضوع ده. هو المنتخب الغيني اختار المغرب ليه؟ ما في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي، اشمعنى بالذات، او اشمعنى اختار المغرب بالذات يعني؟ قال لك الكاف الافريقي عارف المشاكل اللي بيننا وبين المغرب. اشمعنى الكاف الافريقي بيوافق انه يخلي غينيا يلعب في المغرب؟ هو الكاف الافريقي هيتدخل في المشاكل والسياسه والكلام ده ولا ايه بالظبط؟ هي دي رياضه ولا سياسه؟ يعني انتوا كده بتدخلوا الامور في بعضها. وبعدين انتوا خايفين من ايه؟ ما تيجي تلعب وخليك راجل. خايف من ايه؟ خايف تشوف الخريطه؟ خايف تشوف الخريطه المغربيه؟ خايف تشوف العالم المغربي؟ طب ما انت هتيجي تلعب كاس افريقيا 2025 بعد كام شهر، هتيجي. مش معقوله تنسحب، لا هتيجي اكيد مليون في الميه. هتيجي تلعب المباريات وتلعب البطوله. ما انت هتشوف الاعلام المغربيه والخريطه المغربيه هيحصل لك ايه؟ هتنسحب خلاص. اذا كنت مش ناوي انك تلعب كاس افريقيا 2025 وتنسحب، فانسحب كمان من مباراه غينيا واخسر 3 نقاط. اخسر 3 نقاط. لكن غينيا ليه الحق ان هو يختار المغرب او يختار اي دوله يلعب فيها، هم احرار. الموضوع الثاني اللي انا عايز اتكلم فيه وهو الاستاذ فوزي لقجع، والموضوع المنتشر على السوشيال ميديا بشكل كبير، وهو ترشح الاستاذ فوزي لقجع لرئاسه الكاف الافريقي خلفا لمتسبي الجنوب الافريقي. وطبعا كلنا عارفين ان انفانتينو رئيس الفيفا دعم الاستاذ فوزي لقجع انه رشح نفسه كرئيسا للكاف الافريقي. عارف المشكله في الجزائر ايه؟ المشكله في الجزائر، ودي مشكله كبيره والله، ان هناك في الجزائر الراجل المناسب او الشخص المناسب مش محطوط في المكان المناسب. يعني الاعلاميين مش محطوطين في مكانهم المناسب. الاعلاميين دول اتحطوا في الشوارع، يعني مع احترامي للناس اللي بتبقى في الشوارع كمان، دول ما ينفعش يتحطوا في الاعلام. وليد صادي ما ينفعش يكون رئيس الاتحاديه الجزائريه. في كده ايه، في اختلافات كده، وفي شغل كده هبل في الجزائر. لكن لما طلع رئيس الفيفا انفانتينو بنفسه وقال لك ان فوزي لقجع هو الرجل المناسب انه يكون رئيسا للكاف الافريقي وانه يكون في المكان ده، ما كدبش ليه؟ علشان في تطور، في انجازات، في شغل محترم، في المغرب دلائل او ادله تؤكد لك ان الراجل ده يستاهل انه يكون رئيسا للكاف الافريقي. الوطن العربي وافريقيا كلها مبسوطه بالقرار ده. اشمعنى انتوا زعلانين وغضبانين؟ اشمعنى انتوا تعبانين ومش قادرين تتحملوا؟ اشمعنى انتوا من بعد ما سمعتوا الخبر ده ليل نهار شتائم وقله ادب وعدم احترام؟ طبعا الكلام ده مش غريب، احنا بنشوف الكلام ده على طول، ولكن اعتقد ان الاستاذ فوزي لقجع ان شاء الله يعني يرشح نفسه لرئاسه الكاف الافريقي، وان شاء الله يفوز انه يكون رئيسا للكاف الافريقي خلفا لمتسبي. طيب، ما شاء الله على محترفين المغرب. محترفين المغرب والله لو اتكلمت كل يوم عليهم مش هديهم حقهم، لان اللعيبه دي بجد بيعملوا كل حاجه في اوروبا، بيعملوا كل حاجه في الدوريات الخليجيه، بيعملوا كل حاجه. سفيان رحيمي ده حته تقيله، حته بسم الله ما شاء الله عليه. سفيان رحيمي افضل لاعب في بطوله دوري ابطال اسيا، وهداف دوري ابطال اسيا، وافضل لاعب في اسيا. خرج الهلال وخرج النصر وجايب هاتريك وجايب هدف كتير، وفي النهايه جايب هدفين. يعني راجل ارقامه بتتكلم عليه.
ارقامه بتتكلم عليه، مش محتاج ان انا اطلع واتكلم لان خلاص العالم كله عرف سفيان رحيمي وتألق وابداع سفيان رحيمي. ايضا حكيم زياش اللي بيفوز بلقب الدوري التركي مع جلاطة سراي، ما شاء الله ما شاء الله بجد. واشرف حكيمي وياسين بونو بيفوز بالدوري السعودي، ورضا سليم بيفوز بدوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي. مين تاني يا جماعه؟ مين تاني؟ ما شاء الله سفيان مرابط بيفوز بكأس الاتحاد الانجليزي مع مانشستر يونايتد بعد الفوز على مانشستر سيتي 2-1. ما شاء الله امين عدلي بيفوز بلقب الدوري الالماني مع باير ليفركوزن الالماني، وبيفوز بلقب كأس المانيا بعد الانتصار امبارح. يعني ارقام بتتكلم، ارقام المغرب بتتكلم، يعني هي اللي بتتكلم. احنا يعني احنا بنطلع نتكلم وبنوصل فكرة للناس، لكن الارقام هي اللي بتدل وهي اللي بتخلينا نتكلم واحنا واثقين في نفسنا. لما اقول لك ان محترفين المغرب افضل محترفين في العالم، مش عايز حد يطلع يغلطني ولا حد يقول لي انت بتقول ايه ولا حد بيقول لي انت بتخرف، لا والله الارقام هي اللي بتقول كده. كل نهائي قاري النهارده بتلاقي واحد مغربي موجود. ابراهيم دياز اللي نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله مع ريال مدريد قدام دورتموند، ان شاء الله يقدر يكسب ويقدر يفرحنا ويقدر ياخد اللقب، علشان يكون لاعب مغربي ايضا قدر انه ياخد دوري ابطال اوروبا. عزيزي المشاهد، هو ده كان فيديو النهارده. شكرا لكل اخواتي وحبايبي، شكرا لكل اخواتي المغاربه المحترمين اللي دايما بيدعموني واللي دايما بيبعتوا لي رسائل محترمه. شكرا ليكم من القلب. ما تنساش في النهايه تدعي دعوه حلوه لاخواتنا ان ربنا ينصرهم ان شاء الله بعون الله. شكرا لكم من القلب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.